اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المسلمين والمسلمات في كل مكان، خير ما نبدأ به الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكثير منا يقصر في حق أمه، بل والبعض الآخر يتجرأ ويتجاثر فيضربها أو يقتلها أو يهينها أو يجعلها في غرفة سجينة. هذا يحرقها بالنار، ذلك يضع سلاسل في قدميها ويديها، ذلك يطردها في الشارع. ويحكم ويحكم من عاقين. لا أحد يعلم ما قيمة الأم إلا عندما يتعرض إلى موقف يظهر له تخلي الجميع عنه إلا أمه، مع أنه كان يسيء التعامل معها. وهاكم قصة ستهز كيانكم أعزائي المستمعين والمستمعات، وتجعلكم تعيدون حساباتكم مع أمكم. كان هنالك رجل ثري جدا، والنعمة عنده كثيرة حتى أنك تستطيع أن تقول عنه بسبب ما يملكه من المال ومن القرى أنه كالملك. وكانت عائلته مكونة من سيدة عجوز مريضة هي أمه، وبالكاد كانت تستطيع السير، وكانت طريحة الفراش، وأبوه ما زال على قيد الحياة. لديه أخوة شباب وأخوة فتيات، لديه أبناء من الذكور والإناث، ولديه 4 زوجات، والجميع على قيد الحياة. كان هو بالنسبة لهم السيد المتفضل والمتنعم الذي لا يخالفون له أمر ولا يردون له طلب. ولكن هذا الرجل كان لا يصلي ولا يذكر الله ولا يهتم لأمر الآخرة، وكان لا يخرج زكاة المال ولا الصدقة ولا من كل تلك الأمور. وفي ذات يوم كان يجلس في مكان هو قد جعله لنفسه وكأنه مضافة كبيرة، ويأتي الناس إليه. وفي ذلك اليوم سبحان الله كان وحيدا، فدخل عليه أحد رجال الدين الأتقياء وقال: سأنصحه فإني أرى فيه خيرا كثيرا، وأرى عنده نعمة كثيرة، وأرى أن في ماله الحق لأولئك الضعفاء والمساكين، لعل وعسى أن يستجيب لي وأن أهديه إلى طريق المستقيم، فأنا لا أراه يؤذي أحد ولكنه مقصر بحق الله كثيرا. وبدأ يحاوره عن الصلاة وعن المال وعن الجاه وعن عذاب يوم القيامة وعن حق الضعفاء وعن الزكاة وعن. فقال له: إن عبادة الله ليست من أجل الدنيا فقط، وإنما يجب أن يفكر الإنسان في آخرتهم. وأيضا كل هؤلاء الناس لن ينفعهم تقديرهم لك، ولا هو سيما أهله، لأنهم لا يحبون لك الخير، بما أنهم يريدون أن يتمتعون بمالك فقط، وبعد موتك سينتفعون به أيضا، ولكنهم لن يفكروا بتخفيف الأذى عنك حتى ولو قليلا فقط. وبعد موتك سوف تجد نفسك وحيدا، ولم يبقى معك إلا عبادتك وصلاتك وصداقتك. ولكن الرجل الغني كان المال كما يقولون لديه بالصناديق. قال له: أنا لم أقتنع في كلامك، ومالي سيدفع عني الشيء الكثير. فقال الناصح: هل تريد صدق كلامي لك أيها الرجل الثري؟ فقال له: ماذا تريد؟ فقال له: أنني سأجعلك في غرفة، وسوف أقول أن ثعبانا قد التف على جسدك كله، وأن خروج هذا الثعبان عن جسدك لا يكون إلا إذا لمس شخص طيب يحبك جسدك، وربما يلدغه الثعبان فيموت وتعيش أنت. كلما كان يحبك أكثر كلما ابتعد الثعبان عنك أكثر، وذلك الثعبان إنما هو لعنة قد حل عليك، وأنت ما تزال على قيد الحياة ولكنك تعاني سكرات الموت. قال الرجل: وكيف إذا قبل أحدهم ودخل إلى الغرفة ووجد أنني نائم على السرير ولست ملتفا عليه؟ فقال له: لا، نأتي بثعبان ليس حقيقي وشكله مخيف ونجعله يلتف عليه. وبالفعل اقتنع بكلامه وقال: أجد في الأمر الكثير من التسلية، لا بأس، فأنا أيضا في النهاية سأعرف كم يحبني أهلي وكم من الأشخاص الذين سيأتون إلي وسوف ينقذونني حتى ولو كلفهم ذلك حياتهم، فأنا قد صرفت عليهم الكثير من المال ولم أقصر مع أحد منهم أبدا. وبالفعل جاء ذلك الشيخ الناصح وقال لهم:
أن والدكم يعاني سكرات الموت، ولأخوكم وأبوكم ومن كل تلك الأمور، وأنا أريد منكم أن تدخلوا إليه وتودعوه، لعل دعوة أحدكم يا أعزائي تكون سببا في شفائه. لكن تلك الغرفة التي وضع فيها ذلك الرجل الثري هي غرفة لها بابان، تدخل من غرفة إلى غرفة إلى غرفة، أي أنهم 3 غرف. جعل الجميع يجلس في الغرفة الأولى، وجعل الشخص ينام في الغرفة التي في المنتصف، وجعل الشخص إذا انتهى من الكلام مع هذا الشخص الثري أن يخرج خارج الغرفة الأخرى، ولم يخبرهم أبدا بقصة الثعبان، وإنما قال لهم إنه يعاني سكرات الموت، ويريد أن يعطي كل واحد منكم قدرا معينا من المال، وأن يودع كل واحد منكم على حدة. وبالفعل بدأ الأب، وعندما دخل وقال له ذلك الشيخ الصالح أنه ما هذا، وارتعب جدا من الثعبان الكبير الملتف عليه، وقد وضع شيئا من اللون الأزرق على وجهه ليوهمهم بأنه يختنق، لأن الثعبان التف عليه رغم أنه لعبة. وقال له عليك أن تمسك الثعبان من ذيله وتسحبه وربما يلدغك. المهم أنه يريد أن يضع سمه في شخص. أتضحي من أجل ولدك؟ فقال لا. قال له أخرج من الباب الآخر. الأخ قال لا، الأخ الآخر قال لا، الأخت الأخرى قالت لا، وكان في كل مرة كان لا يتكلم. فجأة بعد أن دخل الأب وأخواه الاثنان وأختاه الاثنتان أصبحوا 5 أشخاص، بدأ يوجه لهم: ألم أفعل لكم كذا؟ ألم أعطيكم كذا؟ ألا تساعدونني؟ سيقتلني هذا الثعبان. بدأ ذلك الشخص وكل واحد يقول له: أنا لم أجبرك على أن تعطيني، المال مالك، أنت أعطيتني لأنك شخص تحب أن يقول عنك الناس أنك غني، أنك ثري، أنك لديك مال. الجميع بدون استثناء، حتى زوجاته فقلنا فليمت. إحداهن تقول أنه لم يكن عادلا معها، الأخرى قالت أنه تزوج عليها وأنه يحب الأخرى أكثر منها، الأخرى قالت لم يكن عندي سوى بنات وتزوج لينجب الصبيان ولا يهتم فيه ولا ببناته ويحب الذكور فقط. المهم أنه صدم صدمة لم يصدم بها في حياته. كان أهله من أبيه إلى آخر شخص في المنزل تقريبا من الذين رآهم يقعون أمامه تماما كما تقع حجارة الشطرنج كما قال، وأصيب باكتئاب. وقال للشيخ: أنا فعلا أختنق، أنا فعلا أموت، أنا فعلا لست بحاجة إلى هذا الثعبان الذي يتحرك حولي لأنه لعبة من النوع الممتاز لكي يخنقني. أهلي خنقوني، لهذه الدرجة ليس لي قيمة؟ فعلا لو مت لن يهتم بي أحد. فقال له: أهنالك أحد من أهلك ما زال لم يدخل إلى هذا المكان؟ فقال له: نعم، أمي هي الوحيدة التي لم تدخل. والأم عندما علمت أن ولدها طلب الجميع أتوا بها على كرسي متحرك، وعندما دخلت ورأت أن ولدها قد التف عليه هذا الثعبان وكان يبكي ويجهج بالبكاء، بدأت تقول له: سلامتك يا عمري، ما هذا؟ وبدأت تدعو له الله أن يرفع عنه البلاء وأن يبعد عنه هذا الثعبان، وتقول: يا ربي لم يقصر معي في مرضي، وإن كان لا يزورني ولا يهتم بي فيكفيني يا ربي أنه جعل من يخدمني ويقوم على خدمتي، يا رب أنقذه ما هو فيه. وباء بي. فقال لها الشيخ: يجب أن يقرصك الثعبان أو أن تحاولي شد الثعبان عنه لتقوم تلك اللعنة عنه، وربما يلتف الثعبان عليك ويقتلك وبذلك سيتركه. فقالت له: وما المشكلة في ذلك؟ روحي فدا ولدي. وأخذت ذيل ذلك الثعبان اللعبة وأرادت أن تسحبه باتجاه الأمام، فوجدته مصنوعا من الإسفنج. فما ذلك الرجل الثري إلا أن قام وأبعد ذلك الثعبان وأسرع ليسجد أمام أمه ويقبل قدميها الاثنتين ويمسح دموعه بقدم أمه وهو يقول لها: سامحيني يا أمي، سامحيني يا أمي، نعم أنا المقصر معك، أنا الذي لم أهتم بك، أنا الذي حبستك في غرفة وجعلت الخدم يخدمونك ويطعمونك ويهتمون بك ولم آتي لكي أسألك إن كنت راضية عني أم لا، إنما فعلت ذلك من باب الواجب وليس حبا فيك، وأنت الآن تعطيني روحك ولا تتوانين عن مسك الثعبان ليأكلك أو ليقتلك فداء لنفسي. كم أنا مقصر معك. حتى أبي تركني وهرب عندما رأى الثعبان ملتفا علي ذلك بهذا الشكل، وأراد أن ينجو بنفسه وقال: يكفيه ما عليه من الذنوب، لو مت يا أمي لن يحزن علي أحد سواك. ثم خرج وقال: لقد أمسكت أمي الثعبان وأبعدته عني وابتعدت
تلك اللعنة عني، وعرف قيمته عند إخوته، ومنذ ذلك اليوم كتم سر تلك القصة، وبدأ يعامل كل واحد منه على قدر الإساءة التي أساء إليه، وقام ببناء الجوامع، وبدأ يعطي الصدقات، اهتم أكثر بصلاته، وحاول أن يكون قريبا من ذلك الشيخ ومن أصدقاء مماثلين له لكي ينصحوه دائما ويدلوه على طريق الخير. والحقيقة أن ماله زاد وطرح به البركة أكثر وأكثر، لأنه أصبح يضع ماله فيما يرضي الله، وتعلم درسا قاسيا جدا كان سببه أن طلق زوجاته ال4 كاملة، وأخذ أولاده ليربيهم على أن يحب والدهم ويحبون فعل الخير، لأنه رأى في نسائه أكثر الأشخاص شرا في حياته حتى من إخوته أو من والده. أولئك التزموا الصمت وقالوا لا نستطيع، أما زوجاته فقد قلنا أشياء جعلته يحصر في قلبه ما لم يحصره من أحد من أسرته. وأنت عزيزي المستمع، قد يتخلى أخوك عنك وأختك وأبوك ربما، لكن أمك لن تتخلى عنك ولو كنت سببا في موتها. سبحان الله، كم أنت مقصر في حق أمك. هيا اذهب إليها وقبل يديها وقدميها، واعلم بأن الجنة عند قدميها، وأنك تبحث عن الجنة في طول الأرض وعرضها، والجنة أين؟ في منزلك، أين؟ عند قدمي أمك. ما رأيكم بالقصة؟ هل عجبتكم؟ أتمنى أن تتعلموا منها الكثير. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركته مع أصدقائكم. لكم مني كل الحب والتقدير، مديرة القناة. هل تعرضتم لموقف في حياتكم جعلكم ترون أن كل من حولكم قد تخلى عنكم، وأنكم أخذتم درسا قاسيا لكن بعد فوات الأوان؟ شاركونا تجاربكم لعل غيركم يتعلم ويستفيد منها. إلى اللقاء. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع. ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آراءكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد. وشكرا وجزاكم الله خيرا.